السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده وصفه جميله جدا. هنعمل مع بعض البيتيفور الفاخر، ناعم كده وبيدوب دوبان، وفي نفس الوقت البيتيفوريه كده ماسكه نفسها. انا عملت البيتيفور اللي بالصفار والبيض الكامل، وهقول لكم انهي الافضل وازاي النقشه كده تفضل ثابته. مقاديره سهله وبسيطه، وان شاء الله مقادير ناجحه معاكم من اول مره. البيتيفور يا جماعه بيدوب دوبان، شايفين عامل ازاي؟ تحفه يعني. خدوا المقادير كده وانتم مغمضين. يلا بينا نشوف الطريقه هنعمله ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اقول لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام، هسيبها لكم مكتوبه في اخر الفيديو. بس يا جماعه يفضل الميزان، لان دلوقتي الخامات بقت غاليه، فحرام ان احنا نبوظ الحاجه. لو ما عندكيش ميزان اوزني عند اي عطار. معايا اول حاجه 350 جرام من الزبده. تعالوا نتكلم شويه عن الزبده عشان دي مهمه جدا في نجاح الوصفه. استخدموا اي نوع زبده انتوا حابينه، بس بصراحه النيوزيلندي بقت غاليه جدا، فعندكم فرن او جنه ممتازين. الزبدة هنا بتكون ساقعة، لكن ما تكونش محجرة كده ولا جامدة بزيادة، عشان ما تبوظلكوش المضرب او العجين اللي انتوا شغالين بيه. والزبدة لو هي سايحة او طرية بزيادة هتلاقوه نطر معاكم المادة الدهنية، والبتفور فرش معاكم في الفرن. بصوا انا بقطع كده الزبدة مكعبات عشان تكون سهلة عليا في الضرب. الزبدة بتكون بس ساقعة، لكن مجرد اللي احنا بنضغط عليها بصبعنا هتلاقوا صباعكم كده بيعلم في الزبدة. بعد كده معايا 25 جرام من السمنة، يعني معلقة كبيرة. السمنة هنا بقى بتكون ساقعة وجامدة جدا. ليه؟ علشان لما نيجي نضربها تدينا قوام الزبدة. ايه فايدة السمنة في البيتيفور؟ السمنة بتدي نعومة رهيبة يا جماعة للبيتيفور، من غير بقى ما تحطوا صفار بيض ولا اي اختراعات. انا جربت البيتيفور اللي بصفار البيض واللي ببيض كامل، بصراحة المقدار ده مظبوط جدا جدا، هيعجبكم وهيطلع بيتيفور ناجح. بضرب بقى كده الاول السمنه والزبده كويس جدا لمده دقيقه او دقيقتين، لحد ما الاقي القوام كده بقى كريمي ولونه فتح. كل ما بنضرب اكتر كل ما البيتيفور معاكم بيطلع هش وخفيف وما يكونش مكتوم. كمان مش هيفرش معاكم في الفرن، والرسمه هتكون ثابته. بعد ما ضربته كده هضيف 3/4 كوبايه من السكر البودره، يعني 125 جرام، وما تكتروش عن كده عشان لسه هنحشيه حشوات، فما يكونش سكره زياده، وكمان ما يفرش معاكم في الفرن. السكر ده انا طحناه في البيت، لو انت طحناه وسبتيه شويه انخليه عشان ساعات بيعمل تكتلات. بلاش السكر الجاهز لان بيكون فيه نسبه من النشا. بضرب بقى لمده 3 4 دقايق، وبنجيب كده الجوانب واحنا شغالين عشان بتكون لسه في زبده ما اتضربتش. كل ما بنضرب اكتر زي ما اتفقنا كل ما البيتفور يطلع معاكوا هش وخفيف، واستحاله يفرش منكم في الفرن. نسيت اقول لكم مقدار الزبده بالكوبايه، عاملين كوبايتين الا ربع. معايا هنا 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه، مينفعش يكون البيض ساقع عشان ما يفسدش معاكوا الزبده. طبعا عليهم فانيليا. وانا وزنت البيض بالقشر عاملين معايا 130 جرام. بنزل باول بيضه، وابتدي كده ان انا اضرب. اول ما تختفي البيضه الاولى انزل بالبيضه التانية. اهم حاجه ما نبالغش في الضرب بعد ما نضرب البيض في الزبده، يعني اول ما تختفي كده البيضه نوقف تقليب على طول. طبعا البيتيفور ما بياخدش اي سوائل عكس البسكوت. البسكوت بنحط له سوائل. بالنسبه للدقيق انا هنا معايا نص كيلو من الدقيق، يعني 4 كوبايات من الكوبايه المعياريه اللي بيكون حجمها 200 مللي. طبعا بننخل الدقيق بعد ما بنوزنه. انا هنا جايبه دقيق ده دقيق سايب من عند العطار، بس انا قايله له دقيق كحك وبسكوت. لو ما عندكوش هاتوا اي نوع دقيق فاخر مكيس يكون مكتوب عليه لجميع الاغراض استخراج 72%. بلاش تستخدموا دقيق المخبوزات لانه بيكون ليه عرق وهيبوظ لكم الوصفه. استخدموا اي نوع دقيق، فيه كوثر، فيه حبوبه، كمان في 5 نجوم او الضحى، النوع اللي انتوا حابينه. بعد كده شلت معلقتين كبار من الدقيق واستبدلتهم بمعلقتين كبار من النشا او بودرة الكاسترد. بيدي نعومة رهيبة للبيتيفور، وكمان حطيت رشة من الملح. بقلبهم بقى كويس جدا كده مع بعض، وكده بقى الدقيق جاهز معايا. لو مش عايزين تحطوا النشا او الكاسترد زي ما انتوا حابين، بس بيدي نعومة يا جماعة حلو قوي البيتيفور، جربوه المقادير ممتازة. بعد كده نزلت بنص كيلو من دي، بس حطيت كده على جنب معلقتين كبار علشان هشوف اذا كنت هحتاجهم ولا لا، لان طبعا بيختلف على حسب نوع الدقيق. بقلب بقى كده الاول بالمعلقه، بعد كده بايديا، وزي ما احنا شايفين كده بطراطيف ايديا هبتدي ان انا الم العجينه. انا ما بعجنش عشان ما نشطش ماده الجلوتين الموجوده في الدقيق، والبيتيفور معاكو يطلع ناشف كده ومعضم. مجرد ان الدقيق يختفي انا هوقف تقليب. انا بعد ما قلبت كده العجينه كنت حاساها بتلزق بزياده، وضفت المعلقتين الدقيق اللي انا كنت شايلاهم. بصوا العجينه بقت ممتازه، ولما نيجي نختبرها بالايد التانية اللي احنا ما عجناش بيها، فيها كده تلزيقه خفيفه، ده عشان ينزل من الكيس بكل سهوله. شايفين العجينه ممتازه. لو عايزين البيتيفور بالشوكولاته بقسم كده العجينه، وباخد جزء من العجينه بخليه بالفانيليا، والجزء التاني بضيف عليه كاكاو. اضيف عليه معلقه كبيره من الكاكاو الخام الاسباني. انا ما بضيفش اي ماده دهنيه ولا اي حاجه. لو حسيتوا ان العجينه تقلت معاكم
حطوا معلقة صغيرة من الزبدة كده معاها وقلبوها، هتطرى جدا. بس انا بصراحة محتاجتش اي مادة دهنية تاني. لو لقيتوا اللون فاتح زودوا نص معلقة كبيرة تاني من الكاكاو. بصوا انا كده لميتها وبقت معايا ممتازة. وده الكيس اللي انا شكل بيه البيتي فور، بيكون كده من جوه مشمع ومن بره قماش، عشان لو كله قماش هيشرب معاكم المادة الدهنية. كنت عاملة عليه ريفيو حلو جدا، فيديو على القناة. وهنا البلبلة اللي اشتغل فيها في النجمة المفتوحة والنجمة المقفولة، اللي عندكم اشتغلوا بيه، بس انا بفضل النجمة المفتوحة، بتكون النقشة فيها بارزة اكتر. ده رقمه 5 FT، في 6 FT أو 7 FT، الحجم اللي انتوا حابينه اشتغلوا بيه. غطيت العجينة بكيس وعليها فوطة، ولازم نشكل العجينة على طول أول ما بنخلصها كده في الصاجات، علشان ما تتقلش معاكم لما الزبدة تجمد وهتغلبكم وانتوا بتنزلوها من الكيس. أهم حاجة بقى يا جماعة، لازم الأول نختبر العجينة. يعني أنا سويت الأول كده واحدة بيتفور بالفانيليا وبالشوكولاتة في صينية، لقيت التسوية ممتازة وما فرش ولا أي حاجة، كملت التسوية لقيتوها فرشت معاكم شوية وهي محتاجة معلقة من الدقيق، وارجعوا اختبروها تاني. بعد كده حضرت الصواني الألمونيوم، دي أحلى تسوية بصراحة، ومش بدهنة ولا أي حاجة. وابتدي بقى إن أنا أشكل البيتيفور. حجم البيتيفور انتوا اللي بتتحكموا فيه من خلال الضغطة. يعني لو عايزينه صغير ما بتضغطوش كتير، عايزينه كبير بتضغطوا شوية، وما تكبروش قوي عشان بيفرش شوية في الفرن. أنا عملت شوية صغيرين وشوية كبار. ما شاء الله العجينة بتنزل من الكيس بكل سهولة. بعد كده بصباع بقى ايدي ببتدي ان انا اعمل ضغطة خفيفة في نص البيتيفور. ولو لقيتوه بيلزق معاكوا حطوا ايديكوا كده في الدقيق ونزلوا الدقيق الزيادة واعملوا ضغط اللي انا بقولكوا عليها ديت. بالنسبة للتسوية بشغل فرن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180، بيدخل على الشبكة اللي في النص من غير شواية، بيقعد 15 دقيقة بالظبط وانتوا تابعوه. هتلاقوا بالفانيليا كده خد لون دهبي حلو من تحت، ابتدوا ان انتوا تطلعوه. بسم الله ما شاء الله، شايفين البيتيفور طالع تحفة. عايزة اقول لكم ولا فرش ولا ساح ولا النقشة راحت ولا اي حاجة، مقادير مظبوطة مليون في المية. جربوه على ضمانتي هيعجبكم جدا جدا. النص كيلو دقيق طلع لي 4 صاجات 30 في 40 وصينية صغيرة. الريحة بقى مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي. كمان هوريكم ان انا عملت حجم كبير وحجم صغير، علشان تعرفوا ان من نفس القمع تقدروا تعملوا المقاس اللي انتوا عايزينه. عملت الصغير والكبير، بس يعني ما تصغروش قوي، خلوه كده وسط. بصوا بقى البيتفور عامل ازاي، تحفة. مقادير مش قادرة اقول لكم على جمالها. البيتفورة ناعمة جدا، بس في نفس الوقت تقدروا ان انتوا تمسكوها. يعني في بيتفور كده مجرد ان انت تمسكيه تلاقيه بيتكسر معاكوا، لا، البيتيفور دوت هتلاقوه ناعم جدا وبيدوب كده دوبان. في نفس الوقت تقدري ان انت تمسكي البيتيفورة من غير ما تكسر معاكوا. وكان طعمه حلو جدا جدا جدا. نحشي البيتيفور بالحشو اللي انتوا حابينها. انا هنا بحشيه مربى فراولة او مربى مشمش، بس لازم المربى تكون كده ناعمة بيوريه، ما تكونش قطع. لو هتجيبيها جاهزة، انا بصراحة عاملاها في البيت فانا ضربها في الخلاط. بحط كده كمية صغيرة وبضغط عليها بالبيتيفورة التانية. بعد كده بجيب شوكولاته بيضه او شوكولاته سمراء زي ما انتوا حابين، وبحط كده قطع صغيره وابتدي برضو ان انا الزقهم مع بعض. انا بجيب الشوكولاته البيضه او السمراء ال 200 جرام وببشرها كده. وبعد كده بحط فيها 4 أو 5 معالق كبار من الزيت، وبحطهم على النار على نار هاديه مع التقليب المستمر عشان ما تتحرقش معاكم الشوكولاته. ولو لقيتوا بعد كده القوام تقيل خفوها بمعلقه زيت. الشوكولاته الخام اللي انا سيحتها دي شوكولاته خام مطبخ، اي نوع انتوا حابينه، سمراء او بيضه. اهم حاجه بعد ما تسيحوها حطوها بقى كده في طبق، وكل ما تحتاج زيت حطوا معلقه في معلقه وقلبوا لحد ما توصلوا للقوام، ما يكونش تقيل قوي ولا خفيف قوي. جبت طبق فيه كيس تلاجة علشان لما اجي ازوق البيتيفور كده بالشوكولاته واحطه، البيتيفور ما يلزقش معانا في الطبق، لكن في الكيس كده هيطلع معانا بكل سهوله. زوقوا بقى الاشكال اللي انتوا حابينها. بصوا اشكال كلها تحفه، ده بيكون حسب الرغبه. انا في جزء كده عملته بنص شوكولاته بيضه او سمره، دخلتهم التلاجة الشوكولاته تسقع، وعملت النص التاني، يعني عملت نص شوكولاته بيضه ونص شوكولاته سمره زي ما انتوا حابين. ما شاء الله البيتيفور طالع تحفه، ولا اجدع حلواني. يعني هتعمليه في البيت والكل هيسالك يقولك انت جايباه منين. البيتيفور طالع تحفه. عملنا مع بعض بقى التشكيله اللي احنا شايفينها ديت، وفي شويه كده انا عملتهم بالمربى من جوه ومن بره، وحطيتهم في الجوز الهند او في الشوكولاته وتحطوه في جوز الهند زي ما انتوا حابين. في ناس ما بتحبش تحشي البيتيفور مربى، بيقولوا ان هو بيطرى او بيرطب. ده براحتكم، ممكن تحشوه شوكولاته، بس احنا بنحب الحشوتين. ما شاء الله بصوا البيتيفور دايب وناعم وحلو جدا، وفي نفس الوقت البيتيفور ماسك نفسه. بصراحة انا بحبه عن البيتيفور اللي بالصفار. بالصفار حلو وكل حاجة، بس يعني ليه ما استخدم البيضة كاملة. وكمان عايزة اقول لكم اللي هو بالصفار بيدي كمية اقل. فالطريقة والمقادير دي ممتازة ما فيهاش غلطة، جربوها وانا متأكدة ان شاء الله ان هو يعجبكم. طعمه كان حلو جدا جدا. بالنسبة ان انتوا تحفظوه، هاتوا اي علبة تكون بتتقفل كده كويس ورصوه واقفلوه، ما بيحصلوش اي حاجة، ما تقلقوش.
طريقته سهلة ومقاديره بسيطة. عايزة لكم الشوكولاتة وانتوا شغالين ممكن تلاقوها جمدت معاكم، هاتوا حلة وحطوا فيها مية واغلوها، وحطوا الطبق اللي انتم مسيحين فيه الشوكولاتة في الحلة، هتلاقوا الشوكولاتة رجعت ساحت. اهم حاجة وانتوا بتسيحوا الشوكولاتة ما تجيش فيها نقطة مية عشان الشوكولاتة ما تخرصش معاكم. مقادير سهلة وبسيطة، اتمنى ان انتوا تجربوها. ولو بتشوفوا قناتي لاول مرة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو انا بنزله. ما تنسوش يا حبايبي بالله عليكم اللايك للفيديو، اللايك ببلاش يا جماعة بس بيفرق انا معايا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.